السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير، ويا رب سنة سعيدة عليكم، وربنا يكفينا شر الوباء يا رب، ويبعد عننا وعن أمة المسلمين وعن العالم أجمع يا رب. ان شاء الله بإذن الله. كده احنا بقى طبعا مش لازم نعدي راس السنة كده لازم نخش عليكم بإيدينا مليانة كده. ايه رأيكم بقى كده؟ دي بقى ايه؟ صينية ايه دي؟ او نقول ايه؟ كيكة بالشوكولاتة. ولا تقول لي بقى جاتو شاتو، ولا تقول لي اي، بمكونات موجودة عندنا وأقل مكونات موجودة في كل بيت. شوفوا جمالها، شوفوا حلاوتها. وعملنا شوية صوص شوكولاتة كده وحطيناهم عليها، بصوا، شوية فارماسي وشوية شوكولاتة مبشورة، والدنيا ماشية. نبدأ كده ونقول بسم الله. أنا هنا عندي صينية كبيرة، فأنا عاملة ايه؟ عاملة 3 كوبايات دقيق. لا، كوبايتين ونص، وحاطة النص ايه؟ كاكاو. وعندي 4 بيضات، كوباية ونص سكر، كوباية لبن، معايا بيكنج باودر، باكو بيكنج باودر، و2 فانيليا. مش موجود عندك اللبن؟ تمام، عادي يعني. ايه بقى المكون اللي احنا لازم مهم علينا؟ الخل. ما شاء الله عليه، بصوا، مهم جدا في كيكة الشوكولاتة، وبيعمل معانا ايه؟ وده كمان مهم، بيضيع ريحة الزفرة مع الفانيليا، وبيديها كده هشاشان، ولا بيبان لي اي طعم في جوه الكيك. نبدأ كده ونقول بسم الله. هنا هوت انا بفضي البيض. عندي 4 بيضات. بعملهم دول. هنا البيض عندي صغير، لو عندك بقى ايه، لو البيض كبير يبقى 3 كفايه اوي وحلوين وتمام. الكيكه بقى معايا اهم حاجه، بصوا، زي الكيكه الكوبايه اللي انت تعبري بيها، تحطي فيها الدقيق، تعملي بها السكر. ليه؟ لان المكونات ممكن ان انت تعملي، لو هي طلعت منك مسكرة شوية بتاع، السكر بتاعها زيادة بتهبط معاكي، مش بتعلى. الدقيق ياما وتبقى تقيلة، ما بيبقاش ليها برضو ايه. لازم سر نجاح اي كيكة ان انت بصي السكر قد دقيق. اهي الكوباية دي معايا اهي، كل كوباية دقيق لها نص سكر. كل كوباية دقيق كده لها نص سكر، على حسب الصينية اللي انا موجود عندي. انا مثلا لو صينيتي صغيرة وبحب الكيكة عالية، كوبايتين دقيق مع كوباية سكر. هنا هوت انا عندي لبن. ممكن لو عندك كمان لبن رايب، ده يعتبر لسه، بصوا، داخل على ربع، حاجة بسيطة كده. حطيته ده. هنا كان عندي مج، حطيته كملت، وكملت كمان ايه احتجت معايا اهوت، هتشوفوا شوية احتجت نص كمان حطيت. انا هنا بفضيت الفانيليا والبيض ومعاهم السكر، وبضربهم كويس اوي بالمضرب. عايزه تحطيهم في الخلاط تمام، عندكش مضرب باي حاجه موجوده عندك. آه هنا انا عندي السكر ايه خشن شويه، فهفضل اضرب بقى ايه لحد ما يدوب خلاص، ما يبانش اي سكر ايه في البيض. وكمان البيض يعلى معايا، عشان ايه؟ ده حاجه اساسيه اوي في مكونات الكيكه. كل ما تعلي البيض كل ما تضرب البيض كويس. شوفوا معايا انا ابيض خالص اهوت، اهو ضربت حوالي 5 دقايق. هبدأ بقى احط ايه؟ شوية دقيق كده، واضرب. على فكرة الدقيق هنا انا نخلاه كويس قوي. ابدأ افضي بقى ايه، عندي بيكنج باودر اهوت كيس، بحطه وفضيه كله عليه، ولا عوزت محسن كيك ولا عوزت اي حاجة، بالمكونات اللي موجودة عندي وعملت بيها زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهو. اهو بضرب واحدة واحدة اهو. وهبدأ هنا ان انا ايه، اضيف اللبن برضو واحدة واحدة معايا. مش هضيف اللبن كله مرة واحدة يعني، انا مش، بصي، على حسب الرغف الكيكة ما معايا. وانا هوريكم دلوقتي ازاي ان انا اظبط الكيكة وتبقى معايا ايه، حلوة، ولا هي مثلا تقيلة قوي ولا هي خفيفة قوي، لان انت ممكن لو خففتيها جامد ممكن تهبط معاكي برضه. اهم حاجه بقى زي ما انا قلت لكم تظبطوا مكوناتها. الكوبايه اللي انت تحطي بقى الدقيق، تحطي بقى السكر، ده اهم حاجه فيه، والبيكنج باودر بتاعي والفانيليا والبيض. ما عندكش لبن، اعمليها بميه.
ممكن برضو لو عندك بتاع اي عصير برتقال بتاع، بس مش هنا، مش هينفع مع الايه، مع الكيكه بشوكولاته. ممكن ميه او لبن. انما في الكيكه العاديه مثلا لو انت هتعمليها عاديه، ممكن بقى عصير برتقال. اليومين دول حلو قوي. ممكن تعملي برضو ايه، تذكرة الفروتي، العصير برتقال ده حلو، بيديها صفار برضو حلو لو انت هتعملي الكيكة ايه العادية. هنا بقى انا عندي ايه هنا، انا في الصينية طبعا الجو برد اليومين دول، فالسمنة متجمدة شوية، فانا فككتها يا دوبك على النار، مش سخنة، فكتها، او لو سخنت منك اسيبها تبرد. هنا دولت 4 معالق حطيتهم في الصينية اهو، فككتهم وبنزل ايه برضو بيهم على ايه. انا يمكن السمنه دي ما قلتش مكوناتها في الاول، لان انا كنت حطاها على الايه، تفك على النار اهو. وبضرب المضرب ايه، اخش بقى على المكون السحري بتاعنا زي ما انا قلت لكم، الخل. هنا بضيف ايه، من معلقه، من معلقه ونص المعلقتين خل، ولا هيبان لي اي طعم فيها، بس هيديني ايه، هشاشة في الكيكة جميلة، وهيدينا بقى ايه طعم حلو. وهي حتى لو اي ريحة زفرة لسه موجودة من البيض مش هتشمي اي ريحة زفرة اهو. بصوا هنا هتلاقوا المكون تقيل، بصوا الكيكة معايا بتمشي في المضرب ايه، تقيلة اوي. هبدأ برضه اهو، واللبن خلص معايا، هبدأ ان انا ايه، ازود بقى مية. انا عندي كان عندي المج، حطيت نص كمان ايه مية. هبدأ برضه ازود واحدة 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 لحد ما الكيكة تخف معايا. ده هنا برضه مش لبن، ده هنا لبن على مية، كان حبة لبن باقيين خالص صغيرين، فزودتهم مية وبضيف عليه. لا زي ما انا ما قلتلك، مش موجود لبن تحط مية عادي، ولا وهتلاقيها بنفس الطعم والجمال. بس هو اللبن بس بديها قيمة غذائية عالية شوية. شايفين الرف بتاعها زي ما انتوا شايفين كده، تشيلوا بالمعلقة هتلاقيها نازلة، ولا هي تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. شوفوا اهو مظبوطة ما شاء الله عليها. وزي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو طالعة جميلة جميلة جميلة. دي الصينية معايا اهو، اهو شوفوا نازلة في الصينية ازاي، بتفرز في الصينية، مش محتاجة ان انا ايه افرد اهو. شوفوا بفضي بقى المكونات كلها اهي، فضيت كل اللي كان موجود المكونات في الصينية اهو. وببدأ بقى الفرن بتاعي ببقى مشغلاه من اول ما إيه، قبل ما اشتغل في الكيكة اشغله يسخن على ايه، على نار هادية 180، واسيبها بقى من هقول لكم من تلت ساعة نص ساعة، يعني ربع ساعة بقى ابدأ اشوف اهو. انا دخلت الشوكة هنا اهو، ما طلعتش اي حاجة، شوكة سكينة خليت سنة، وشوف اتكيت عليها كلها ايه، ما بتطلعش اي حاجة عندي اهي. لقيتها كلها مستوية وما فيش حاجة لزقت في ايدي وطلع كويس. وانا اهو فضيت حطيت على صينية تبرد شوية اهو. بصوا 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 حلوة ازاي، بصوا جمالها وحلاوتها ما شاء الله عليها. انا هنا سبتها تبرد وعملت لها صوص شوكولاتة زي ما انا قلت لكم. الصوص الشوكولاتة عبارة عن ايه، نص كاكاو، نص كاكاو خام، مع نص لبن، مع ربع سكر، مع ربع زيت، واضربهم في الخلاط واحطهم عليه، احطهم في الفريزر شويه واحطهم. وزي ما انتوا شايفين جمالها وحلاوتها، وبألف هنا وشفا ليكم. متنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مننا، وقناتنا تكبر بيكم وليكم، وعام سعيد عليكم بإذن الله.